يا جماعه، عاملين ايه؟ ايه الاخبار؟ بنتكلم معاكم في موضوع مهم جدا عشان احنا خلاص على اخرنا. هو جديد، هو حاجه جديده علينا. كان في العماير بتاعتنا كان ايه، ابو احمد بيعرف ابو اشرف عارف ابو بتاع، فالدنيا ايه يا جدعان عاوزين نعمل كذا، فخلاص اللي بيقدر يعمل حاجه بيعملها، فاهم؟ اللي بيعلق زينه، اللي بيعمل الدنيا ايه ماشيه حبيني كده كلها، وكلنا ايه عارفين بعضينا. احنا بقى ربنا رزقنا بشويه جيران مش مفهومين بصراحه. حقيقي مش مفهومين. احنا ما يعني اللي ساكن في العماره كلها 3. طبعا بقيه العماره في ناس شارين الشقق بس لسه مش موجودين، اللي مسافر واللي مهاجر واللي بيجهزها لابنه وكده. فتمام، فجه بقى ايه واحد يعني هو ومراته وكده، وحبوا بقى يغيروا العماره دي، يخلوها في ميفيدا، يعني يخلوها في اعظم كومباوند، يعملوها حاجه كده ايه، كان ناقص نعمل بول، يعني نعمل بيسين كده عشان ايه، الولاد الصبح يوم الجمعه ينزلوا يطرطشوا شويه مع فاحنا مش فاهمين ايه اللي دخلني انا في جروب العماره. يا جدعان ايه جروب العماره ده؟ يعني الشيء ده اساسا غلط. يعني اول ما بقت عليك بقول لك معلش نمرتك عشان ندخلك جروب العماره، بص اعمل اخرس، اعمل اعمى. هو احنا اوريدي كده قلنا لا وبتاع، يعني بس هم اجباري دخلونا برضه. لا اللي هو والله يا استاذ احمد دي حاجه ظريفه. المهم ايه، قلت خلاص يا عم ما بتبقاش رخم كده وايه عادي، يعني هم هيعملوا ايه فيك؟ خش يا عم، يعني هم هيزنقوك جوه يضربوك. خش يا عم انت قلقان ليه؟ خش جروب العماره. المهم فتحت ودخلت جروب العماره، وقعت في ناس انا اموت واعرف بيشتغلوا امتى. عالم فاضيه يا جدعان، كل شويه موبايل تن لحد ما عملنا كل واحد قال تجربته عن الحياه في العماير اللي قبل كده. يعني انا في عماره اتذكر ان اللمبه كانت بتنور شمال ويمين، التاني يقول له لا يا استاذ علي انا اتذكر وانا مسافر في رحلتي الى بلاد الهكسوس كانوا بيعملوا خازوق كده ينوروا عليه لمبتين وانت طالع على السلم، والتاني يقول له لا ده انا عندي حاجه كده ملل السنين. يعني كان بيسقف ينور العماره كلها، وكله بقى يخش يا نهار احوس. يعني بجد يا جدعان، غير بقى ايه، كل سنه وانتم طيبين، فطار جماعي، عشاء مسائي، معرفش عايزين نعمل فطار يوم الجمعه بقى. هو في ايه يا جدعان؟ ده كفايه جروبات الشغل يا جدعان. يعني الجروبات اجيب موبايل خاص للعماره، يعني بجد يا جدعان ليه الناس طالعه بتتكلم عن جروبات العماره؟ بدأنا بقى في العماره، اول طلب كانوا عايزينه ان احنا نعمل سور حوالين الكومباوند بتاعنا، حوالين العماره ميفيدا عايزين السور عشان احنا كل واحد عنده خزنه فوق يقدر ثمنها بمحتوياتها. انتوا عارفين بقى الجواهر اليومين دول، جواهر اللي هي بسكوت مش جواهر ونواعم وشمعدان، كل ده في الخزنه. يا جدعان انا كل اللي في محفظتي لا يذكر يعني عشان اعمل سور لمين؟ الحرامي لو طلع انا هعمل له كوبايه شاي وينزل خلاص، يعني مش حاجه تاخدها يا حرام. فاعمل سور وبعدين كاميرات. لا بعد قبل الكاميرات نفطر بقى واحنا بنحتفل بالسور، نعمل فطار جماعي واحنا بنحتفل بالسور. بعد الفطار مش عارفين بصراحه عملوه ولا لا، بس احنا كنا متابعين من بعيد كده الايفنتات بتاعتهم. بعد السور كان في الكاميرات، صح؟ في كاميرات وفي انتركم، تمام. أيوة. وبعدين عاوزين كاميرات في كل دور عشان نشوف ماذا يحدث في كل دور منفصل عن الدور اللي قبله، عشان احنا مش يعني احنا عندنا الحمد لله البرج بتاعنا 4 ادوار، فاحنا خايفين الدنيا. انا خايف بقى يقولوا لي في الاخر نطلب سكيورتي، يعني نجيب، احنا عندنا سكيورتي على المكان كله، بس خايف على العماره بقى بالذات. يعني يجيبوا بواب بقى ويدوا له شقه ويعملوا له، لا وكل شويه لا حد بيخبط. ايوه امورني، هي دي مش عاوزين تعملوا كذا، ده اللي جارتكم عملت، انا مالي؟ يعني انا مالي جارتنا عملت؟ الذكاء الخطير في الموضوع ان هم عاملين الانتركام والحاجات دي، وهو اصلا لسه الناس عمال طالعه
طالعه نازله، كل اللي اساسا استلموا الشقق يعني ما استفادوش بيها يعني لسه ما جوش ولسه بيوضبوا الشقق. محدش بيقفل باب العماره وراه يا جماعه. وعملوا يافط بقى، لقوا ان العمال بيسيبوا البيبان فعملوا يافطه كبيره الباب. وهذا زر المفتاح، فاهم؟ وعاملين سهم كده، هبقى اصوره لكم. كل 5 دقايق يتصل بيك او كل يومين يقول لك في جارك اللي تحتينا معرفش عمل صوت، سمعته؟ انا مالي عمل صوت ولا ما عملش صوت؟ يعني هو عمل صوت تمام وحضرتك انت سمعته، طب ما هو جارك انت كمان، يعني ما تنزل له يا عم، خبط عليه قول له ينفع الصوت اللي انت عملته؟ يعني انت بتشتكيني انا ليه؟ وعلى فكره هو اللي، فانت المفروض ان لو في شكوى انا اللي اجيلك، تمام؟ انت بتجيلي انا ليه؟ اتحاد السكان. يعني انا الوحيد اللي كنت رافض كل حاجه انتوا بتعملوها، جاي تقولها لي؟ يعني انت جاي تقول لي انا يا عم انا وكل مره افكره اقول له يا باشا انا اللي رافض كل حاجه، انا الوحش اللي بينكم، انت جاي بتقول لي انا واحد عمل صوت؟ لا. ومره معلش يا استاذ احمد انا ما اعرفش هتاخر، انزل شوف يا عم انا مالي يا جدعان. ما لو انا اشتركت وقلت ماشي، يعني انا ما دفعتش الحمد لله اي حاجه في اي حاجه، قلت لهم يا جدعان في عمال وفي كذا هيبوظوا، بعد ما يخلصوا كل حاجه نبقى نشوف ندفع كام، بس مش هركب وفي عمال عماله تخبط وترزق. ده انا الوحيد بقى اللي رافض، هم مش شايليني المسؤوليه، اما انا لو دفعت هعمل ايه؟ هيلبسوني العفريته وانزل اعملها؟ بس يا جماعه فحبينا نشارككم الموضوع اللذيذ ده. لا حوار يحرق الدم على الصبح، يعني احنا يعني كفايه المدير والرئيسه كفايه والبنيه بتموت وعينيها بس يا جماعه انا ودول يقولوا لي انا هبعت على الجروب اقول لهم ما حدش شاف تجربته وعينين الاستاذه بدل ما هم عمالين يحكوا لنا تجارب غريبه. ده عاجل اي اسعافات. وايه والله العظيم احنا هنبقى مش عاوز اجيب لكم مقتطفات من من البتاع، هتموتوا من الضحك. يعني انت لو عندك فراغ هبعت لك اشتراك ان انت في الجروب لمده شهر. مده شهر ده بكام؟ نعمله ب 100 جنيه. يلا ب 100 جنيه مده شهر لو انت عندك فراغ وعاوز تضيع يومك كله. يلا يا جماعه صباح الفل، واتبسطوا كده وقولوا لنا ان شاء الله هتعملوا ايه النهارده. وهتعلقوا زينه ولا لا؟ عشان احنا خلاص تاني زينه رمضان ده بتاع العماره. ما خلاص هنعلق زينه، بس مش زينه بتاعت الشعب كله التعبانه، لا احنا هنجيب لمض من تايلاند وما اعرفش في تايلاند، وفي شمعة الزهرة من بوركينا فاسو، وهنجيب اللي فاسو كلهم يقفوا. يلا باي. باي.